بص، الفيديو اللي فات اتكلمنا عن قاعدة ال5 ثواني واللي كانت بتساعدك تبدأ، لكن النهارده عايز اقولك على قاعدة ثانية انا استخدمتها قبل كده في فترة من حياتي وكمان الاسبوع اللي فات وفرقت معايا جدا. زمان لما كنت بيكون ورايا شغل كبير كنت بقول هكتب السكريبت كله، هخلص الشغل كله، فكنت بستثقل حتى اني ابدأ. لكن لما عرفت قاعدة الدقيقتين الموضوع اختلف. بدل ما كنت بقول هكتب السكريبت كله بقيت بقول هفتح اللاب وهكتب دقيقتين بس. وبصراحة في أغلب الوقت أول ما الدقيقتين يخلصوا ألاقي نفسي بوقف التايمر كمل بشكل طبيعي بفضل الله. ده حصل معايا في كتابة الفيديو اللي فات وحتى الفيديو ده، حصل معايا في التمارين وأوقات حتى في التعلم. إن المشكلة في أوقات كتير مش إن المهمة صعبة، المشكلة إن البداية باينة تقيلة. وعشان كده قاعدة الدقيقتين بتقول ما تفكرش في ساعة ولا نص ساعة ولا قد إيه باقي، ابدأ بدقيقتين فقط. افتح الكتاب، افتح اللاب، اكتب أول سطر، البس هدوم التمرين. بس فكرة إنك تصغر البداية لأصغر خطوة ممكنة. لما تبدأ غالبا هتلاقي نفسك مكمل. فرق مهم بين قاعدة ال5 ثواني وقاعدة الدقيقتين. قاعدة ال5 ثواني بتساعدك تتغلب على لحظة التردد، أما قاعدة الدقيقتين بتخلي البداية نفسها سهلة جدا لدرجة إن عقلك ما بيلاقيش عذر يأجلها. ولو عندك حاجة مأجلها من فترة ما تقولش هخلصها كلها، ابدأ بدقيقتين بس، لأن البداية الصغيرة ممكن تغير يومك كله. لكن حتى لو عرفت تبدأ، ليه في أيام بتلاقي الموضوع سهل جدا وفي أيام تانية بتلاقي نفسك بتحارب عشان تعمل نفس العادة؟ هل المشكلة فعلا في قوة إرادتك ولا في حاجة تانية أقوى منها؟ ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو الجاي بإذن الله. رحلة لسه في أولها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.